ان شاء الله الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي جاي بنتكلم عن توبيك مهم جدا، وهو السيكوال لايت. ولكن انا هتكلم معاكم برضو نقطة اهم شوية، وهي يعني ايه داتابيز، ايه هي الداتابيزز اصلا، وايه الانواع بتاعتها، وايه هي بقى السيكوال لايت. يعني مهما كان الواحد تخصصه في في اللي هو الاول قبل فلاتر، مهما كان الواحد تخصصه اما فرونت اند موبايل ابلكيشن، داتا ساينس، سيكيورتي، اي حاجه، في شويه اساسيات كده الواحد لازم يكون ملم بيهم علشان يبقى اسمه كمبيوتر ساينس انجينير او سوفت وير انجينير او اي مسمى من المسميات دي. تمام. فالاساسيات دي زي ما ذكرت لكم قبل كده ان منها بروبلم سولفينج، واللي هنشتغل عليه ان شاء الله قدام، ومنها حاجات متعلقة بالكمبيوتر ساينس نفسها، زي البرمجة، الاو بي، الداتابيز منها، ومنها برضو الشبكات والحاجات دي، ولكن الشبكات بعيدة عنا شوية. ولكن احنا كموبايل ابلكيشن او فلاتر بنتعامل مع الداتابيزز بشكل مباشر يعني. اي نعم، في مجال كامل اسمه الباك اند، الهدف منه ان هو بي او اللي احنا مهتمين بيه من الباك اند ان هم بيدونا الاي بي اي اللي بتسهل علينا الربط بالابلكيشن. ولكن احنا برضو بنتعامل مع انواع مختلفة من الداتابيزز، زي ما شفنا الاسبوع ده داتابيز اسمها سيكوال لايت. وده في عندنا انواع تانية زي الفاير بيز لو سمعتوا عنها، وفي الجراف كيو ال وهايف وريفر بوت، حاجات كتير قوي. ولكن احنا بنتعامل مع نوع او اتنين منها بس، بشكل اساسي. والباقي الحاجات يعني بتكون تفرعات من النوع ده او زيادات عليه او انواع مختلفة من النوع ده. ولكن في عندنا بعض الانواع الاساسية اللي لازم نكون فاهمينها كويس وبنعرف نستخدمها كويس دي. تمام. فان شاء الله النهارده هنتكلم عن يعني ايه داتابيز، وايه الانواع بتاعه الداتابيزز. بعدها هنتكلم على السيكوال لايت. بعد كده هنتكلم على انا كنت ذاكر هنا السنجلتون ديزاين باترن، ولكن احنا قبلها هنتكلم على الفيوتشر بيلدر لان هو من اهم الويدجتس اللي عندنا في فلاتر. وهنتكلم على السنجلتون ديزاين باترن سريعا في خلال الجزء اللي بعده، هو ان احنا هنشتغل على مثال وهو التو دو اب او التاسك مانجر اب، شبه اللي كان عندنا في التاسك. وفي خلال التاسك او المثال هوضح لكم بعض النقط. تمام. اول حاجه، يعني ايه داتابيز؟ داتابيز هي عباره عن يعني الاول في الحياه عموما، او في اي نظام عندي، او في اي حاجه عموما، بيكون عندي بعض البيانات اللي انا مهتم بيها. على سبيل المثال، انا مش بعمل موبايل ابلكيشن بيعرض لي بس شاشه كده الديزاين بتاعها حلو وكل حاجه فيها ملونه ومش عارف ايه. لا، انا في الغالب بيبقى عندي بيانات، مثلا بيانات موظفين، بيانات منتجات، بيانات خاصة بيا، حاجات شخصية زي التودو مثلا، بيانات خطة بعملها، اي بيانات. عندي بيانات انا مهتم ان انا بهندل البيانات دي. تمام. بهندل البيانات دي معناها ايه؟ معناها ان انا اما ان انا اضيف عليها، او احذف منها او اعدل عليها، او ان يكون البيانات دي بينها وبين بعضها علاقات بتسهل عليا التعامل معاها، وهكذا. تمام. ف... والبيانات دي مش بتكون حاجة مؤقتة يعني. في بعض الحالات ان انا بعمل حاجة مش محتاجة ان انا هستخدم البيانات دي قدام. على سبيل المثال الآلة الحاسبة مثلا، فلما بجمع رقمين تمام، خلاص عملية تمت. ولكن مش محتاج ان انا احفظ جمع الرقمين ده كان ايه وايه الرقمين اللي عندي وهكذا. لا، في بعض الآلات الحاسبة اللي بتحفظ الهيستوري بتاعها، ولكن ده مش اساسي علشان تقوم بالعملية بتاعتها. ولكن في بقى بعض السيستمز او الموبايل ابلكيشنز او الويب سايتس او اي ابلكيشنز عموما بتحتاج ان هي يكون في البيانات دي متخزنة علشان اقدر استخدمها في عمليات جاية قدام.
زي مثلا في التو دو اب، فهو انا مش بخزن حاجة، مش بخزن تو دو مثلا هنفذها دلوقتي، لا انا بخزنها مثلا بحيث اجي كمان يومين اقول انا عملت الجزء ده، فاعمل عليه تشيك بوكس، او اعمل تشيك ان هو ده كده تم، واضيف حاجات جديدة. على سبيل المثال برضو لو انا عندي مجموعة منتجات انا مش بخزنها دلوقتي وهبيعها دلوقتي، يعني انا لازم اخزن بيانات المنتجات دي علشان اقدر قدام لما اجي ابيع اعرف انا عندي منتجات ايه وعندي منها كمية قد ايه وكده. فهنا بقى بيجي دور الداتابيز. الداتابيز هي مجموعة، او هي عبارة عن مجموعة منظمة من البيانات متخزنة في شكل من الاشكال، ولكن يعني شكل من الاشكال دي ممكن تبقى فايلات ورق، فايلات على الديسكتوب، ممكن تبقى فايلات على الكلاود، ولكن في الفترة الأخيرة فهي معظمها على الكلاود، وبقدر أوصلها من خلال زي ما ذكرنا قبل كده ال API. وفي منها، واللي احنا بقى اتعاملنا معاه الأسبوع اللي فات، بيكون عبارة عن فايلات متخزنة على الجهاز اللي معايا، على سبيل المثال الموبايل. آه، وده بقدر ان انا استخدمه بشكل لوكال بس، الا لو الموبايل ده كونكتد مثلا على شبكة، والشبكة دي انا خليت ان في طريقة معينة اقدر اكونكت على الفايلات اللي على الموبايل، لكن دي حالة خاصة احنا ملناش دعوة بيها. تمام. الداتابيس دي بقى اقدر ان انا اتحكم فيها في الغالب باستخدام برنامج اسمه database management system، زي مثلا لو سمعتوا عنه قبل كده اللي هو مايكروسوفت سيكوال سيرفر، او برضو الاوراكل. كل دي برامج بقدر ان انا زي اطور بيها الداتابيز بتاعتي، بحيث ان انا اقدر اعدل عليها واضيف عليها وهكذا. ولكن في طريقة تانية برضو ان انا اتحكم في البيانات اللي جوه الداتابيز نفسها، واللي هي بالتيرمينال بتكونكت على الداتابيز دي. التيرمينال دي اما موبايل ابلكيشن او ويب سايت او غيرها، ولكن حاجة بتكونكت على الداتابيز دي تبدأ تعدل عليها. من اشهر انواع الداتابيز او من اشهر لغات البرمجة اللي بتتبنى بيها الداتابيز هي SQL، اختصارا ل Structured Query Language. هي من اسمها كده ان هي بتتكون من مجموعة من الكويريز اللي هي جمل، زي السلكت والانسيرت والابديت والديليت، مجموعة من الجمل بقدر ان انا اكريت بيها داتابيز جديدة، او اضيف فيها بيانات جديدة، او اعدل عليها، او اعدل على شكل الداتابيز، اضيف عناوين جديدة وهكذا. كل ده بيتم من خلال كويريز، جمل عندي مكتوبة. طيب الانواع الداتابيز عندي نوعين اساسيين. النوع الاول اسمه relational database، وهو عبارة عن جداول، زي ما شفنا في السيكوال لايت. يعني باختصار كل الداتابيزز اللي بتبقى مبنية على سيكوال او SQL، ومنها برضو ال SQL لايت، فهي كلها بتبقى relational بسبب ان هي في شكل جداول. تمام. اما النوع التاني هو النو سيكوال داتابيز، هي من اسمها واضحة ان هي اللي عكس السيكوال، ان هي مش جداول، ودي ليها اشكال كتير زي الدوكيومنت، يعني عبارة عن فايل بس مكتوب فيه كلام عشوائي، وممكن يبقى فيه تسلسل فايلات وهكذا مرتبطين ببعض. في عندي الجراف، في عندي الكي فاليو شبه الماب وهكذا، وفي عندي برضو التري اللي هي بتبقى شبه الفاير بيز لما نتعامل معاها ان هو عنصر جواه مجموعة من العناصر، وكل عنصر منهم قد يكون جواه مجموعة من عناصر تانيين، وهكذا وهكذا. تمام. دي كده انواع الداتابيز. طيب ايه دور الداتابيز في الموبايل ابلكيشن؟ الموبايل ابلكيشن زي ما انا ذكرت من شوية هو عبارة عن تيرمينال، عبارة عن نافذة على الداتابيز. يعني ايه؟ يعني زي ما ذكرت برضو حتة ان انا الداتابيز دي عندي انا تمام بعد ما خزنت مجموعة من المعلومات وكل حاجة، هل الهدف بس ان انا اخزنها؟ اكيد لا. الهدف ان انا اقدر ان انا استخدم المعلومات دي في عمليات قدام. العمليات دي زي ان انا ادير مثلا
فرع من شركة معينة، فبالتالي هيبقى فيها معلومات مختلفة زي بيانات الموظفين، بيانات العملاء، بيانات العمليات اللي بتتم، بيانات الحالة المادية في الشركة، الاوردرات، الحاجات دي كلها. فكل دي بيانات متخزنة في الداتابيز. البيانات دي بقدر ان انا اخليها حيوية، ان انا اقدر ان انا اشوفها واضيف عليها واحذف منها واعدل عليها وهكذا، من خلال موبايل ابلكيشن او ويب سايت او ديسكتوب ابلكيشن او ماك او اس ابلكيشن او لينكس ابلكيشن. اي ابلكيشن عموما بيمثل زي نافذة على الداتابيز دي، بحيث ان هي اقدر اتعامل معاها. تمام. وزي ما ذكرنا بقى، في عندي شكلين من الداتابيز اللي انا بتعامل معاهم. الشكل الاول هي الداتابيز اللي على الكلاود، وهي بتكون متخزنة على سيرفر معين، بقدر اوصل له اما بان انا بكونكت بشكل مباشر على السيرفر، او بان انا بيكون عندي اي بي اي. الاي بي اي دي بتمثل زي حلقة وصل، وهي الاي بي اي اختصار لابلكيشن بروجرام انترفيس، هنتعرف عليها ان شاء الله الاسبوع، مش اللي هيبدأ ده لا اللي بعده. وهي عبارة عن بتمثل زي حلقة وصل بين الموبايل ابلكيشن والداتابيز اللي عندي على الكلاود، بحيث ان انا اقدر اوصل للبيانات بتاعتها، واقدر ان انا اعدل عليها، او اللي هو اعدل عليها او اشوفها او وهكذا. وبيبقى فيها حاجات كتير جدا احنا مش مطالبين ان احنا نتخصص فيها قوي، ولكن زي مثلا ان انا يكون عندي صلاحيات معينة، مش اي حد يوصل للداتابيز دي، مش اي حد يعدل عليها وهكذا. يبقى عندي مثلا ان في انواع من اليوزرز بيكون ليهم صلاحيات، وانواع تانية من اليوزرز بيكون ملهمش صلاحيات او ليهم صلاحيات كاملة وهكذا. اللي هو تفاصيل الاي بي اي نفسها، مين اللي يقدر يستخدمها واستخدامه ليها هيبقى عامل ازاي، دي بيكون مسؤول عنها الباك اند، وهما اللي بيكريتوا الاي بي اي اصلا. ولكن احنا كفرونت اند او فلاتر مسؤولين برضو ان احنا نكون فاهمين بعض المفاهيم دي، وكل ما فهمنا اكتر عن الاي بي اي كل ما كان احسن، بحيث ان احنا نقدر واحنا بنبني الابلكيشن نكون عارفين احنا محتاجين ايه بالظبط من الاي بي اي دي، ومحتاجين ايه من الباك اند. فبالتالي ده هيسهل كتير جدا في عملية الديفلوب بتاعة الابلكيشن. الشكل التاني من الداتابيز واللي هو بيكون لوكال على الجهاز عندي. والداتابيز اللوكال دي يعني لا تقل أهمية عن الكلاود. في بعض الحالات طبعا بتختلف من ابلكيشن للتاني، ولكن في بعض الحالات الكلاود هي الداتابيز الأساسية، ولكن اللوكال مهمة جدا، خصوصا لو انا مثلا بعمل يعني بيبقى في بعض الابلكيشنز مثلا فيسبوك، لما افتحه شوية بيجيب لي البوستات الجديدة وكل حاجة. طب لو انا قفلت النت وفتحته تاني بيجيب لي البوستات برضو اللي كنت وصلت لها اخر مرة. فهنا فيسبوك بيستخدم لوكال داتابيز في ان هو يعمل باك اب للبوستات الجديدة، بحيث ان انت لو مفيش انترنت فتقدر برضو تستخدم الابليكيشن عادي. والكلام ده بيتنفذ على حاجات كتير جدا. على سبيل المثال لو انا عندي ابليكيشن بيع وشراء، اللي هو يكون ابعد حاجة ممكن نستخدم فيها باك اب، لان هو اليوزر مينفعش يعمل اوردر، وممكن ممكن هو المنتجات كمياتها تختلف لو هو ما عندوش انترنت وهكذا. ولكن برضو اقدر ان انا استخدم لوكال داتابيس فيها في ان انا اخليه يقدر ان هو يتصفح المنتجات بشكل عام. وده مثال برضو كويس في حتة ان هو لما بعمل حركة زي دي، ان انا يكون عندي باك اب ونسخة اوفلاين اقدر اوصل لها من الابليكيشن. ففي الحالة دي لازم بيكون في عمليات محدودة، ما اقدرش ان هي تتم من غير ما يكون connected على ال API او ال database اللي على الكلاود، علشان ما يحصلش بعض المشاكل، زي مثلا في نقطة اللي هو الكميات بتاعة المنتجات. ممكن حد يوصل من ابلكيشن تاني مع انترنت فيشتري اخر منتج من ده مثلا، فما اقدرش ان انا لو حد اوفلاين عامل كونكت على الداتابيز اللوكال، المفروض ان انا اكون قافل ان هو يعمل اوردر عنده، علشان يكون ابديتد بال
بعدد المنتجات وكميتها وسعرها كده الأخير. تمام. ده كده أدوار الداتابيز عندي في الموبايل ابلكيشن. طيب بعد ما عرفنا يعني ايه داتابيز وايه انواعهم، ف ايه بقى السيكوال لايت؟ السيكوال لايت هي بتمثل زي ما اتكلمنا هنا الجزء التاني، وهو اللوكال داتابيز اللي انا بستخدمها عشان اما ان انا اعمل باك اب، وبرضو مش بس ان انا اعمل باك اب، ممكن في بعض الابليكيشنز اللي هي بتكون مش محتاجة ان الداتا بتاعتها تستخدم من كذا موبايل. في الحالة دي يعني اللي هو الداتا عندي بستخدمها من موبايل واحد، ومش هحتاج ان انا استخدمها من اي موبايل تاني، ولا ان انا يكون عندي اي باك اب ليها. ففي الحالة دي اقدر ان انا استخدم لوكال داتابيز. فسيكوال لايت هي بتمثل الجزء اللوكال. معلش لحظة. تمام. فايه هي بقى السيكوال لايت؟ السيكوال لايت هي مكتبة او نوع من الداتابيز مبني بلغة السي، ولكن هي بتتميز ان هي سريعة جدا، وبرضو بتمثل فيتشرز كتير جدا نقدر ان انا اتحكم فيها زيها زي اي داتابيز مبنية على لغة السيكوال. وبرضو يعني بتديني كل حاجة تقريبا الداتابيز اللي هي زي السيكوال سيرفر والحاجات دي بتديهاني من حيث الخواص والعلاقات بين العناصر. لو حد كان درس داتابيز قبل كده، في حاجات زي اللي هو البرايمري كي والفورين كي والحاجات دي كلها اقدر ان انا استخدمها في السيكوال لايت. ولكن طبعا يعني كل ده في اطار محدود ان هو لوكال على الموبايل بتاعي، ما اقدرش ان انا اوصل له من موبايل تاني. والسيكوال لايت موجودة في معظم الأجهزة، حتى الكمبيوترز والموبايل فونز وكده، وهي تتميز زي ما ذكرنا ان هي سريعة جدا. طيب السيكوال لايت دي اقدر استخدمها ازاي؟ اقدر استخدمها من خلال باكج في فلاتر اسمها سيكوال فايل لايت، اللي هي SQF لايت. دي اكتر باكج شائعة ليها، ولكن في باكجز كتيرة جدا برضو اقدر ان انا استخدمها بيها، ولكن اشهرهم واحسنهم هي ال SQF لايت. تمام. طيب احنا ذكرنا كلمة سيكوال او SQL كتير جدا. طيب ايه هي السيكوال او ايه ال SQL؟ زي ما ذكرنا قبل كده هي ال Structured Query Language. هي بتتكون من مجموعة من الكويريز او الكوماندز اللي هي الاوامر. هي دي اللي بقدر ان انا ابني بيها الداتابيز بتاعتي واعمل عمليات على الداتا اللي عندي. تمام. فالكوماندز في ال SQL تتقسم لنوعين. النوع الاول هو Data Definition Language اللي هو ال DDL. والنوع ده هو مجموعة من الأوامر اللي بقدر إن أنا أبني بيها الداتابيز نفسها، إن أنا أكريت تيبل جديد أو فيو جديدة، أو إن أنا أمسح تيبل أو أعدل عليه، أضيف عمود على تيبل جديد وهكذا. والنوع ده غالبا مش هنتعامل معاه غير في جملة ال create table. أو لو حد فيكم يعني إن شاء الله داس شوية في الداتابيز وقرر ان هو يعمل سيستم مفصل جدا، ففي الحالة دي او قرر ان هو ياخد فكرة عن الباك اند، في الحالة دي بيحتاج ان هو يعرف سيكوال بالتفصيل بكل التفاصيل بتاعته. النوع التاني من الاوامر اللي عندي هو Data Manipulation Language، ومن اسمها ان هو الاوامر المتعلقة بالتعامل مع الداتا. زي ايه؟ زي السلكت والانسيرت والديليت والابديت، وهما دول الاربع عمليات الاساسيين اللي عندي، ان انا اوصل للداتا، او ان انا اضيف عليها، او ان انا احذف منها، او ان انا اعدل عليها. دي كده الاوامر الاساسيه اللي موجوده في السيكوال. وعلشان نقدر نوصل للكوماند بتاعتها او السنتكس الفعلي بتاعها او مثال عليها، فيدوب بس اكتبوا على جوجل سيكوال بعدها select statement او insert statement او create table statement وهكذا، هيظهر لكم كل التفاصيل بتاعتها.